Welcome to Science World. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي أبطال جريد 5؟ معاكم مستقى. هنحل إن شاء الله النهاردة مع بعض lesson 3 في concept 4.1. يلا بينا نبدأ بسم الله. Number 1. Any object has mass must have. أي object ليه كتلة ليه mass يبقى automatic كده معاه مين؟ عنده gravity، يبقى have gravity force. Number 2. Space force acts on all objects on earth. مين اللي بتأثر على كل الأجسام اللي موجودة على سطح الأرض؟ الجرافيتي. Number 3. Gravity depends on the space of a body. الجرافيتي بتعتمد على ال distance وعلى الماس، فهنختار هنا مين؟ ماس. Number 4. Which of the following examples shows the effect of gravity clearly? مين الإكزامبل اللي في دول بيوضح لي تأثير الجرافيتي؟ تعالوا نشوفهم واحدة واحدة. A paper clip moves toward a magnet. ده ملوش علاقة بالجرافيتي أصلا طالما في magnetism force في الموضوع. طيب a pole slows down while rolling on the ground. يعني وهي بتجري كده على الأرض بطأت بالراحة، لا برضه ملوش علاقة بالجرافيتي. طيب a car speeds up on a road، يعني عربية بتسرع على الطريق، ايه دور الجرافيتي في الموضوع؟ a pole falls down toward the ground، أي حاجة بتنزل من فوق لتحت يبقى تأثير مين؟ الجرافيتي. Number 5. A table stands on the ground needs space to move. أي حاجة ثابتة عشان تتحرك محتاجة فورس تأثر عليها، يبقى force. All the following sentences are related to gravity except يعني كل الجمل دي ليها علاقة أو بتوصف الجرافيتي عامة، أو بتعتمد على الجرافيتي أو بتعبر عن الجرافيتي، ما عدا مين بقى؟ It's considered as a pulling force. طبعا الجرافيتي pulling force طيب it can change the direction of a moving object. لأن أنا لو حدفت أي حاجة فوق هترجع تنزل تحت تاني بسبب الجرافيتي. طيب it increases the mass of an object. هتزود كتلة الأوبجكت. هتزودها ليه؟ false، يبقى هي دي، لأن هو بيقول لي accept. It makes the moon revolve around the earth. طبعا هي أصلا القمر بيدور حوالين الأرض بتأثير الجرافيتي بتاع الأرض. طيب نيجي ل true or false. Planets revolve around the sun in fixed orbits due to the effect of gravity. الكواكب بتدور حوالين الشمس في الأوربتس بتاعتها في المدارات بتاعتها بسبب الجرافيتي. true. Small planets have bigger gravity than big planets. يعني البلانتس الصغيرة الجرافيتي بتاعتها أكبر. لا false، لأن احنا عارفين by increasing the mass the gravitational force increase برضه. يبقى الجرافيتي بتزيد بزيادة الكتلة. طيب number 3. Gravity affects only the moving objects but doesn't affect the objects at rest. false. الجرافيتي بتأثر على كل الأجسام اللي موجودة على الأرض سواء كانت متحركة أو ساكنة. Number 4. The moon stays in fixed orbit around Earth due to the gravity between them. يعني القمر في الأوربت بتاعه في المدار بتاعه حوالين الأرض بسبب الجرافيتي اللي ما بينهم. true. All objects on Earth's surface is affected by magnetism force. لا هي كل الأوبجكتس بتتأثر بالجرافيتي فورس أو الجرافيتيشنال فورس مش المagnetism، يبقى force. Gravity of Earth pushes objects towards its center. الجرافيتي pulling force مش pushing force، يبقى false. The direction and mass of an object are changed due to gravity. الدايركشن بيتغير بسبب الجرافيتي، انا لو حدفت اي حاجه لفوق هتنزل لتحت بسبب الجرافيتي، لكن الماس بتتغير بسبب الجرافيتي. ما ايه الكتله هتتغير ليه؟ خير، يبقى false. All objects are pulled toward the ground due to the effect of gravity. pulled بتتسحب لتحت، صح، شوف بسبب الجرافيتي. Any object on Earth's surface is affected by a repulsion force of gravity. repulsion ولا pulling force؟ يبقى false. repulsion ده قوة تنافر. Number 10. The gravity of the sun causes the revolution of the earth around the moon. تاني كده، الجرافيتي بتاعت الsun gravity of the sun causes بتتسبب ان الارث تدور حوالين المون. غلط طبعا، المون اصلا هو اللي بيدور حوالين الارث، غير ان الجرافيتي بتاعت الsun بتتسبب ان الارث revolve around the sun مش around the moon. نيجي للcomplete. The direction of earth gravity is always toward the، طبعا دايما في اتجاه مين؟ center. center of earth. The force of gravity is always a space force. طبعا الجرافيتي دايما pulling force. And it changes the space of movement. بتغير مين؟ الدايركشن بتاع الحركة.
يبقى الجرافيتي دايما pulling force وبتغير الدايركشن بتاع الموفينج object ايا كان الاوبجكت ده ايه، بتغير اتجاه حركته. طيب any object has a space depending on its mass. طبعا has ايه؟ gravity، لان احنا قلنا التو factors اللي بتأثر على الجرافيتي هي الماس والديستانس. number 4 the astronauts float in space due to the absence of. طبعا رواد الفضاء بيسبحوا في الفضاء، بيبقوا كأنهم طايرين كده وبيسبحوا في الفضاء بسبب ان مفيش اصلا gravity في السبيس. number 5 the gravity of earth is space than that of the moon because the earth has. طبعا الجرافيتي بتاعت الارث greater than that of the moon. ليه بقى؟ لان الارث has bigger mass. الجرافيتي بتاعتها الماس بتاعتها اكبر، فالجرافيتي بتاعتها اكبر. when a bullet is thrown into the air it moves back down. لو انا لما احدف كرة لفوق في الهواء هترجع تنزل لتحت تاني، هتتحرك لتحت. so it's space changes. انا حدفتها لفوق وبعدين هي هترجع تنزل لتحت، يبقى ايه اللي اتغير؟ الدايركشن. طيب due to the effect of مين بقى؟ gravity. برافو. give reasons for you almost land on the ground when you jump up. يعني انت لما بتنط بترجع تنزل على الارض، اكيد مش بتفضل طاير. بسبب ايه؟ بسبب البولينج فورس بتاعت الجرافيتي. يبقى because earth pulls you by the effect of mean gravity. طيب give reason for gravity of earth is greater than gravity of the moon. لسه قايلينها في الكومبليت من شويه، لان الماس بتاعت الارث اكبر، يبقى because the mass of earth is bigger than the mass of the moon. طيب number 3 all objects have gravity. ليه كل الاوبجكتس ليها gravity؟ لان الاوبجكتس كلها ليها ماس، طالما ليها ماس يبقى ليها gravity. يبقى because all objects have mass. what happens if the gravity of earth is repulsion force not an attraction force؟ لو هي تنافر يعني هتبعدها عنها، مش هتقربها منها، هتبعدها. فايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ all objects on earth will move upward away from the earth's surface. هتبعدها عنها فهتطلع لفوق. طيب ايه اللي هيحصل لو there is no gravity on earth؟ مفيش اي gravity على الارث. كان كل الاوبجكتس اللي موجوده على الارث هتبقى طايره كده بتسبح حرفيا، كانش في اي حاجه هتبقى ثابته، ومن المناسبه ما كانش هيبقى في اي لايف على الارث اصلا. يبقى all objects on its surface will float off into space. نيجي للسؤال اللي بعد كده read the following statements then classify them according to the effect of gravity on them in the table below. طيب هنا مقسم لي الجدول لإيه؟ gravity will cause a change in direction والتانية will not cause a change in direction. تعالوا نشوفهم. a pencil rolling on a table. قلم بيتحرك كده وبيتحرك على الترابيزة، هل الجرافيتي هتغير اتجاهه؟ لا، يبقى هنا هنحطها هنا a pencil rolling on a table. طيب a ball thrown up into the air هينزل لتحت، هحدف كرة لفوق هتنزل لتحت، يبقى الجرافيتي هتغير الدايركشن بتاعها، يبقى هنكتبها هنا ball thrown up into the air. طيب a car moves along a straight road. عربية ماشية على الطريق، دي مش هتغير الجرافيتي، مش هتغير اتجاهها في الحالة دي، يبقى هنكتب هنا number 3، مش لازم نكتب الجملة بقى. طيب a paper airplane is thrown through the air. طيارة هواء اتحدفت في طيارة ورق حدفناها في الهواء عشان تطير وتتحرك، ايه اللي هيحصل؟ هتغير اتجاهها بسبب الجرافيتي، مصيرها هتقع. ده هنحطها في مين؟ هنحطها في gravity will cause a change in direction. نيجي للي بعد كده. the opposite figure shows a crane lifting up. رفعة lifting up a wooden box. بترفع أو بتشيل صندوق خشب from position A through position B and C. تعالوا بقى نجاوب. the force of earth that acts on the box is known as. قوة الأرض دي طبعا مين؟ الجرافيتي. طيب the force attracts the wooden box at positions. الجرافيتي this force attracts the wooden box at position. الجرافيتي بتأثر على البوكس وهو في الثلاث مواضع، يعني سواء عند A أو B أو C كده كده الجرافيتي هتأثر عليه. طيب true or false when the crane arm moves from position A to position B. هيتحرك من position A يروح لposition B. الكرين arm الذراع بتاع الرفعة هتتحرك ل B. the angle between. هو طبعا ذراع الرفعة هتتحرك ل B معاها الكرين واير زي ما هو. في الحالة دي the angle between the crane arm and the crane wire increases. الزاوية هتزيد. انتوا شايفين كده ان
الزاوية أو الأنجل نفسها هتزيد في الحالة دي. أنا رفعته لبي أهو، شايفين؟ من A اترفع ل B مع الكرين arm، فدي الأنجل أهو ما بين الكرين arm والكرين واير، الزاوية ما بين الكرين arm والكرين واير. هل انتوا شايفين إن الزاوية كده زادت؟ لا، هي مش زادت، هي بالعكس قلت، يبقى false، لأن هي بقت زاوية حادة. طيب السؤال اللي بعد كده نمسح ده. if the crane arm return back from position C to position A، هي كانت عند C هترجع لإيه؟ بصوا هي عند C أصلا هي هتبقى بالشكل ده، ماشي؟ ودي الأنجل ما بين الكرين arm والكرين واير. هو بيقولي بقى لو هي رجعت من C ل A تاني، زي الرسمة اللي هو راسمها رجعت ل A تاني، تمام؟ The angle between the crane arm and the crane wire increases، هتزيد. هي وهي عند C كانت زاوية حادة، لما ترجع لإيه دي زاوية قايمة 90 درجة أهي، يبقى true. يلا بينا على آخر سؤال. Arrange the following bodies ascendingly according to the gravity force they exert. يعني هو عايزني أرتبهم تصاعدي من الصغير للكبير، مين اللي معاه أقل gravity لأكبر gravity. طبعا أقل gravity في دول مين؟ أول واحدة an egg، وبعد الإيج على طول البولينج بول. لا نكتبها في نمبر 2 بقى، ثواني نمسح ده، يبقى نمبر 2 polling ball، وبعديها على طول التشوك. احنا بنعرفها منين؟ بنعرفها من الأصغر للأكبر، من اللي معاه أقل ماس يبقى معاه أقل جرافيتي، اللي كتلته أصغر حاجة الجرافيتي بتاعته بتبقى أقل حاجة. يبقى الإيج الأول، وبعدين البولينج بول، وبعدين التشوك، وبعديها على طول the moon، وبعد المون the earth، وآخر حد وأكبر واحد فيهم مين؟ the sun، الشمس، لأن دي أكبر كتلة. وكده نكون خلصنا أسئلة lesson 3 concept 4.1. لو أي حد عنده سؤال اكتبوه لي في الكومنتس وأرد عليكم إن شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات أول بأول. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Don't forget to like, share with your friends, and subscribe for more science fun. See you in the next lesson!